بسم الله الرحمن الرحيم. طبق السلطة الخضراء شريك دايم على سفرتنا، سواء فطار أو غدا أو عشاء ما بنستغناش عنه. النهاردة بقى هنعمل دريسنج جديد هنخلي طعمه يتحول من الطعم التقليدي لطعم تاني خالص، أوعدكم هيتنسف نسف. تابعوني لآخر الفيديو. بنجهز مكونات طبق السلطة بتاعتنا، بنقطعها كويس وبنحطها في بولة عميقة وبنركنها على جنب وبنبتدي نعمل الدريسنج بتاعنا. الدريسنج هيتكون من المكونات الآتية وما تستغنوش عن حاجة منهم عشان كل حاجة ليها وظيفة وطعم. فص ثوم مفروم، معلقة كبيرة من الزيت، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، أقل من ربع معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة من البابريكا واللي يحبه سبايسي يحط شطة، معلقة صغيرة مليانة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة مليانة من السكر والسكر مهم جدا، معلقة كبيرة من الخل، وعصير نص ليمونة. بنعصر الليمون بتاعنا ونبتدي بقى نمزج المكونات دي كلها مع بعض لغاية لما يتكون معايا الدريسنج الخام أو الدريسنج المكثف التقيل اللي هو الأساس بتاع السلطة اللي احنا بعد كده بنخففه بالمية. ممكن نعمل كمية أكبر من الدريسنج ونحتفظ بيها في برطمان إزاز أو إزازة في التلاجة ونطلع منها كل مرة على طبق السلطة معلقة أو معلقتين ونخففهم بالمية، ويدينا بعد كده أحلى نتيجة لأحلى طبق سلطة، وفي نفس الوقت يقعد معانا فترة طويلة، ممكن يقعد معانا لغاية أسبوعين في التلاجة. يفضل ان احنا ما نعصرش الليمون، نخلي ليمون فريش على السلطه، يعني نعمل كل مكونات الدريسنج دي ونخلي عصره الليمون لما نضيفه على السلطه مباشره. ضفت هنا حوالي نص كوبايه من الميه خففته بيها عشان طبعا الكميه تبقى كافيه وتتوزع على كل طبق السلطه، ودي نسبه وتناسب حسب كميه السلطه اللي انتوا عاملينها، ممكن نص كوبايه ممكن ربع كوبايه زي ما تحبوا. وزعته كويس زي ما احنا شايفين، وبعد كده هبتدي اخلط كل المكونات مع بعض. اهم حاجه عشان طبق السلطه يطلع معانا ممتاز وطعمه حلو ان انا اسيبه على الاقل نص ساعه قبل الاكل جوه التلاجة. السكر والملح هيسحبوا جزء من عصير كل الخضار او يسحبوا من ميه كل الخضار اللي موجود معايا في السلطه وهينزلوها مع الدريسنج، وبكده هتختلط كل الطعم بتاع كل حاجه مع بعض وهيديني نتيجه هايله وممتازه. طبق السلطه بالدريسنج ده اوعدكم هتدوقوه فعلا مش هتبطلوا انكم تعملوه بالطريقه دي بعد كده ابدا. زي ما احنا شايفين المكونات بتاعتنا كل زي ما قلت اختياري، انا حاطط معاها كمان فلفل ملون اصفر وبصل اخضر شرايح. ضيفوا كل المكونات اللي انتوا تحبوها حسب رغبتكم. طيب لو حبيت احضر طبق السلطه قبل الوجبه بفتره طويله مثلا 3 4 ساعات، بعمل ايه؟ بضيف مكعبات من التلج مع الخضار علشان تحافظ عليه ما يتهريش، والخل ما يخليش الانسجه بتاعه الخضار تدبل. لما هقدم طبق السلطه بالدريسنج ده هنلاحظ حاجتين مهمين. اول حاجه ان في ناس هتقعد تاكل طبق السلطه بالمعلقه، تاني حاجه ان طبق السلطه مش هتفضل منه اي حاجه. بالهنا والشفا.